سلام الله عليكم إخواني أخواتي، نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو هذا الإخوان غادي نهضروا على أساس الخرجة ديال الزوجة ديال عبد الوهاب، وأكيد أن الخرجة ديالها هضرات أو ردات على أساس الخرجة ديال لبنى من بعد ما قالت لهم بلي أنه أنا كنتسلف من عند عبد الوهاب، وبينات بلي أن العائلة ديال عبد الوهاب ما محتاجينش وما مخصوصينش، وبلي أنهم هما عندهم فلوس كثيرة وكيسلفوني. هذه هي الصورة اللي حطتها لبنى، وأكيد أن الناس حتى هما خرجوا مباشرة وكيهضروا في هذا الموضوع هذا، وهضروا على أساس يعني ديك الاسره ديال عبد الوهاب، لان الاغلبيه كلهم كيعرفوا الاسره ديال عبد الوهاب وعارفين كيفاش كيعيشوا وعارفين المعاناه اللي كيعانيوها، ولكن بالنسبه للبنى بيناتهم بانهم هما يعني كياخذوا مبالغ كثيره يعني في اليوتيوب، واكيد انهم حتى هما كيخدموا. وزيدنا في شهر رمضان الفاضل كما كتعرفوا الاخوان انه كاين واحد الاقبال على اساس يعني الشباكيه والمسائل راكم عارفين، فاعطاتهم واحد الصوره بانهم هما كيجنيو مبالغ كثيره، مبالغ اللي ما يمكنش شي واحد انه يدخلها، وهي عطات راسها او غطات راسها بان هي يعني كتدخل مبالغ اللي هي كثيره. يعني هنا عطات واحد الصوره بان هي محتاجه، وعطات عاوتاني واحد الصوره اخرى العائله ديال عبد الوهاب لانهم هما ما محتاجينش نهائيا، والناس اللي كيتعاطفوا معهم ولا الناس اللي كيصيفطوا لهم شي حاجه مثلا، يعني ما تبقاوش يعني تصيفطوا لهم حيتاش هما راهما محتاجين، صيفطوا لي انا اللي محتاجه. المهم الاخوان يعني ديك الخرجه ديال لبنى فيها ميساج يعني قوي، واكيد ان داك الميساج انه وصل. وبالنسبه للزوجه ديال عبد الوهاب من بعد ما فهمات داك الشيء اللي واقع مباشره خرجات ودافعات على راسها وبينات للناس شنو كاين وشنو هما المعاناه اللي كيعيشوها في الحياه ديالهم. حنا عارفين الاخوان يعني كل شيء باين وواضح، هذوك الناس يعني ما كيخرجوش وما يعني ما كيخدموش بالمشاكل ديالهم، وما كيحطوش لينا شي حاجه اللي اكيد اننا غادي نقولوا بان هاد الناس راه مشوهين ولا شي شوهه كيناقشوها ولا شي مشكل ديالهم عائلي او لا يركبوا على الموجه ديال المشاكل ديال بكريشه. راكم عارفين الاخوه الخرجات ديالهم. بالنسبه للزوجه ديال عبد الوهاب ان هي كتبارطاجي الروتينات ديالها، كتبارطاجي يعني الامور اللي كيديروا في الحياه اليوميه ديالهم، ولكن ما كيبارطاجيوش داك الجانب اللي هو سلبي. يعني ما كيعطيوناش واحد الطاقه اللي هي يعني سلبيه، الا وانهم هما كيبارطاجيو معنا طاقه اللي هي ايجابيه، يعني كيعطيوك واحد القوه باش انك انت مثلا ولا انت الا ما كنتيش خدام ولا شي حاجه كيعطيوك شي امور ولا شي افكار باش انك انت هي تنوض او لا انت تنوض ودير شي بروجي ولا شي حاجه باش انك تخدم وتدخل واحد المبلغ واخا يكون قليل، ولكن غادي تكون عايش بخير وعلى خير ومهني. يعني فاش كتمشي باش انك تنعس غادي تنعس وراسك مهني، وما كاينش اللي برصتك، ما كاينش اللي يقول لك لا طلعت لا نزلت، يعني غادي تعيش كي بحال ايها الناس. اما بالنسبه للانسان اللي باغي باش انه يعيش بواحد الطريقه مختلفه وباغي باش انه الله فضل باش انه يعيش بالمشاكل ديالو ولا يعيش يعني بلونتوراج ديالو او دوك الاشخاص اللي عنده او دايرين به، فاكيد انه في نهايه المطاف يعني كيكون عنده مشاكل كثيره، واخا كيتاجر بهم كيدخل بهم فلوس اللي هي كثيره وكيدير بهم مشاريع، الا وانه كيعيش حياه ديال المشاكل. يعني ديما كيتلاقى مع المشاكل وما يمكنش انه تيسر الامور ديالو من غير المشاكل، وكيخرج وكيحكي للناس اولا كيبكي على الناس. يعني كل مره كيبغي ولا كل مره كتكون عنده واحد الحيله كيستخدمها اولا باش انه خصو يديرها، ولا واحد الخطه خصو يديرها باش انه يستعطف الناس باش يعاونوه مثلا، او يصيفطوا له الفلوس، او باش انهم هما ينقذوه من واحد الموقف اللي طاح فيه، واخا داك الموقف هو مجرد موقف اللي هو خرافي، باش انه غير يستعطف المتتبعين باش يدخلوا ويعطيوه فلوس او يصيفطوا ليه يعني هدايا ولا يصيفطوا ليه شي حاجه ولا يبين لهم لانه ديما هو محتاج. ولكن في الحقيقه دوك المبالغ اللي كيدخل دوك الناس اللي صيفطوا ليه ما كيدخلوهاش، باش غنكونوا واقعيين. يعني الاخوان حنا ما غاديش نمشيو بعيد، حنا فقط غادي نناقشوا دوك الامور وغادي نناقشوا الخرجه ديال لبنى من بعد ما اكيد صرحات واللي اكيد ما كانش خاصها نهائيا، ما خصهاش ان تصرح بهذه الامور هذه. كان واحد الانسان يعني كيوقف معاك مثلا او لا كيسلفك او لا يعني فاش كطيح في المحاين يعني كيجي كيعاونك او لا كيحاول ما امكن انه يحيد من عنده باش انه يعطيك انت باش انك يعني توقف على رجليك، وفي الاخر كتخرج وكتبينه ولا كتعطيه واحد الصوره بانه هو محتاج. راه هذا الشيء راه صعيب. وكذلك مثال انه باش انك يعني دير واحد الحيله، لانك بحال هذه كتسمى حيله، يعني كديريها باش انك تستقطبي دوك الناس اللي هما يعني اولا دوك الاشخاص اللي هما كيساندوا ولا كيعاونوا هذه العائله هذه باش انهم هما يقنعوا منهم ويقولوا هاد الناس هادو راه كيستغلونا وهاد الناس هادو كيكذبوا علينا وكيقولوا بلي انهم هما كيعانيوا، ولكن هما يعني لاباس عليهم وما خصهم حتى شي حاجه. حيدوا لينا نمشيو من عند هاد الانسانه هادو ولا عند هاد الناس هادو، نمشيو مباشره عند لبنى اللي هي محتاجه واللي هي كتسلف من عند عبد الوهاب اللي حنا كنصيفطوا ليه.
يعني هنا كتعطي الصوره بلان هي ما عندهاش، بلان هي ما عندها والو، ما كتدخل حتى شي حاجه، وحنا عارفين بلي المدخول ديالها في القناه ديالها يعني يحترم، ماشي شي مدخول اللي غادي نقول عليه بسيط، وانما مبلغ مهم، يعني كتدخل فلوس صحيحه، هذه راه حاجه باينه وواضحه، وانتم راكم شفتوا يعني عدد ديال المشاهدات، وهما ماشي كي بحالهم، كي بحال راكم عارفين يعني العائله ديال عبد الوهاب، يعني بالنسبه لهم هما كيبارطاجيو الروتينات وما كيتفرجوش فيهم الناس لواحد المده، يعني كيتفرجوا فقط ديك دقيقه جوج دقائق 3 دقائق كاع الماكسيموم الا طولوا، من غير الا كانوا ناقشوا شي موقف كي بحال هذا، يعني كطلع لهم مشاهده شويه. اما بالنسبه للعائله ديال بوكريشه بصفه عامه، وكذلك مثال مع لبنى، فهما عارفين الناس يعني متبعين المشاكل ديالهم وكيتبعوا الخرجات ديالهم، هما كيشاهدوا لا فيديوهات ديالهم من البدايه حتى النهايه. يعني المدخول ديال هاد الناس هادو مثلا الا دخلات 20,000 مثلا مشاهده بالنسبه لهاد لا فيديو هذا ديال هاد الناس هادو، ولا هاد الاسره بصفه عامه، راه ماشي كي بحال المدخول ديال دوك الناس، راه واخا تشوفوا ديك 20,000 ولكن المدخول ماشي بحال بحال، لانه هادوك ما كيشاهدوهمش بزاف وهادوك كيشاهدوهم حتى النهايه. فهنا غادي تشوفوا واحد، يعني واحد اش نقول لكم، تحطوا واحد المقارنه وغادي تبان لكم شنو هو اللي كيهضر، يعني وكيعطيكم الحقيقه كما هي، وداك الانسان اللي كيعطيكم يعني واحد الصوره اللي هي راكم عارفين يعني فيه الدغل. ولكن حنا الحمد لله يعني محد اننا حنايا كاينين هنا، يعني حنا كنفهموا شويه، يعني ماشي كنفهموا بزاف، حنا كنفهموا شويه في هذا النطاق هذا، ولا كنفهموا في هذا الموقع هذا، ولا في هذه المواقع التواصل الاجتماعي بصفه عامه ديال الادسنس، اي حاجه فيها الادسنس راه باينه، حنا كنفهموا فيهم شويه، وحنا عارفين بان هذه يعني واحد القضيه ولا واحد القاعده اللي هي باينه، ان المشاهده فاش كتكون كامله ماشي بحال داك الانسان اللي كيجيب مشاهده اللي هي قليله، والمدخول ديال هذا الانسان هذا ماشي بحال داك المدخول ديال هذا الانسان هذا. وما نساوش يعني دوك الناس اللي كيطلعوا الطوندونس عاوتاني عندهم حساب اخر، فما كاينلاش انك انت يا لبنى يعني تخرجي وتحطي هذه الاسره هذه اللي ما خاصينهمش مشاكل، وهما كيفضلوا باش ان المشاكل ديالهم ما يبارطاجيوهاش مع الناس، وكوني على يقين كون بغاو هاد الناس هادو باغيين يعني المشاهدات وباغيين فلوس بالمشاكل، غادي يفوتوك، لانهم حتى هما عندهم مشاكل ديالهم، عندهم امور اخرى اللي كيستعملوها، وعندهم بزاف ديال الحوايج يعني كيعانيو منها في الحياه ديالهم. وبالخصوص هما راكم عارفين الاخوان يعني الطريقه باش بداو وكيفاش يعني كيسيروا الحياه ديالهم، فاكيد ان المشكل ديالهم الا جاب الله انهم هما تبارطاجا ولا بارطاجاو هما في مواقع التواصل الاجتماعي، راه غادي يجيبوا مشاهدات كثيره، يعني كثار من بوكريش اكثر من داك الشيء كامل. ولكن هما فضلوا باش انهم يردوا واحد الطريف ديال الخبز، يعني يكون يعني بسيط، يعني ما كاينلاش اننا نناقشوا الامور ديالنا ولا نتعاطى مع هذا، ولا يكفي انني نبارطاجي يعني الروتين ديالي، يكفي انني نعطي واحد الراي ديالي حول واحد الموضوع اللي كيقيسني مثلا كي بحال المتابعه حاليا، ويعطي واحد الصوره واضحه للناس، وباش حتى هو يبرئ راسو من هذا الشيء كامل، لانه من حقهم باش انهم يخرجوا ويبرئوا راسهم على اساس هاد الامور اللي قالتها لبنى، وبينات بلي انهم هما ما محتاجينش، وبينات بلي انهم هما اسره اللي كيدخلوا مداخل اللي هي كثيره، وبلي انهم هما خدامين. وما نساوش بلي ان رمضان راه ماشي شي حاجه يعني واحد الشهر فقط، يعني الانسان اللي كاع خدم فيه حتى ما عرفت شنو، في نهايه المطاف كيسالي هذا الشهر هذا، راه عاوتاني هما المصاريف، هما بزاف ديال الحوايج، يعني واخا تخدم ليل ونهار فغادي يكون عندك مشاكل، وفعلا عندهم هما مشاكل يعني كيعانيو. وحنا عارفين ان هاد الريحه ديال الشباكيه فاش كطيب وداك الشيء كامل، يعني كتكون واحد الريحه اللي صعيب الانسان انه يعني يصبر ليها، واخا كتدخل منها ولكن ما غاديش تصبر لديك الريحه، ما غاديش تصبر يعني داك، يعني داك لونطوراج فاش كتخدم ديال هاد الشباكيه هذه كيكون في شكل، فلهذا ما يمكنش ان الانسان يجيب مباشره ويخرج ويقول لك لا حكا انت كتدخل، لا انت كدير، لا انت كتفعل، وكتعطي واحد الصوره بلي انه هو لاباس عليه، وانت كتعطي واحد الصوره بلي انك انت يعني محتاج، وبلي انه الناس خاصهم يعاونوك. يعني هذا هو الهدف ديال هذيك الانسانه، يعني الصوره عطاتها كما قلت لكم، وبينات راسها بان هي انسانه محتاجه، وراكم عارفين بكري شهر غادي يخرج، وخاصني عاوتاني ندير ونفعل، وانا محتاجه كل مره كتخرج وكتبكي علينا، راه عندي مشاكل وعندي امور عندي ظروفي. وفي الاخر الاخوان كنكتشفوا بان كتمشي كتشري واحد المضمه ديال الذهب، كتشري الخاتم، يعني المبالغ اللي كتدخلها هي يعني كتحاول بامكان انها تدخرها، يعني تخليها عندها. وكيفاش كدير لها؟ كتشري الذهب وكتخليه وكتخزنه، لانه هي عرفات بلي ان الذهب يعني ما كطيحش قيمته، باش غنكونوا واضح، الا كاع طاحت القيمه ديالو راه كطيح بواحد النسبه اللي قليله، ولكن هي ما غاديش تبيعو في ديك الفتره، الا كانت هي محتاجه الفلوس وبغات باش انه تصرف ومحتاجه نيت ديال بصح، يعني فاش غادي تبيع راه غادي تخلي الذهب تاعها يطلع وتبيع. يعني هاد السيده هذه عارفه الطرق ديالها، وعارفه يعني الامور اللي كتستعملها، وعارفه الاستراتيجيه اللي كتحطها. ولكن حنا ضد انك تخرجي وتعطي واحد الصوره وتبين واحد الانسان
اللي هو يعني بعيد على هذه المشاكل هذه وبعيد على هذا الشيء كامل، وتعطيه واحد الصوره اللي هي خايبه وتبين للناس بلي انه هو كيصور مبالغ كثيره، وانتيا كتغطي راسك وكتبيني راسك بلي انك انتيا محتاج. لان الانسان اللي محتاج راه ماشي كل مره كيمشي كيشري واحد لا ماشين، كيشري واحد الحاجه اللي هي غاليه وماشي اوبليجي عليك باش انك ديرها، ولكن هي كديرها وكدير هاد الخطوات هادو وكدير حوايج اخرين. ولكن حنا كل واحد يعني يدبر راسو، كل واحد وكيفاش كيسير الحياه ديالو، كل واحد وداك الرزيق اللي قسم ليه الله. ولكن باش انك انت تخرجي وتضربي في واحد الانسان وتضربي ليه في داك الرزيق اللي عطاه الله ودوك الناس اللي كيعاونوه، مثلا حنا كنديروا واحد الاستراتيجيه ولا واحد الفرضيه ديال ان الناس كيعاونوا داك الانسان. انت دابا راكي زبلتيها عليه وبلي انك انت ما يعني بينتي له واحد الصوره بلي انه ما محتاجش، يعني دوك الناس غادي ينسحبوا من عنده وغادي يقولوا بان الانسان هذا كيستغلنا وكيكذب علينا، وفي نهايه المطاف انت ما رابحه والو في هذا الشيء كامل. هي كتسنى انت الناس باش انهم يجيو لعندك، ولكن في نهايه المطاف هما راه غادي ما يجيوش لا عندك لا عنده. المهم اخوان، اسمحوا لي واخا طولت عليكم في هذا الفيديو هذا، نتمنى ان الرساله ديالي تكون باينه وواضحه، ونتمنى ان الميساج يكون باين وواضح. وكذلك ومثال ما نساوش باللي انه هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا وما كاينلاش ان نزيد عليكم. نكتفي بهذا القدر هذا، واللي مازال ما اشتركش في القناه نتمنى انه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش تجيكم كل جديد. وما تنساوناش الاخوان ديروا لايك الفيديو، واحد تعليق يكون تحفيز، وما تنساوناش من البارطاج ديالكم، بارطاجيونا هذا الفيديو ديال اوسع نطاق ممكن باش انه يوصل كاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. وشكرا على المتابعه والى اللقاء.